يا صديقي ان احنا عندنا اخطاء، ولازم تتكلم في الاخطاء قبل ما تفرح بالفوز، لان اخطائك بجد والله العظيم هتوديك في داهيه. اخطائك دي للاسف ما بتتطورش، لا بتنزل في النازل. انت بترجع ورا ما بتطلعش قدام اصلا. لما تلاقي ديانج بالمستوى اللي هو بقى فيه دلوقتي ده، انت لازم تحس بالخطر. لما تلاقي كولر اللي هو بالنسبه لنا مدرب عبقري، واللي بامانه هو مدرب كويس، وانا لحد الان شايف ان هو مدرب كويس، مش مذاكر الفريق المنافس كويس ومش عارف ايه هي نقط ضعفه ونقط قوته، تبقى دي مشكله بجد عنده. في حاجه مهمه جدا يا جماعه اسمها التركيز، دي غايبه عن لعيبه النادي الاهلي، وللاسف النهارده كانت غايبه عن الجهاز الفني. لما تبقى اهم نقطه ضعف في الفريق المنافس اللي هو الرجاء المغربي هي المساحه اللي بين خط النص وخط الدفاع، بيبقى في مساحه كويسه جدا جدا تقدر تستغلها في المنطقه دي. يقدر واحد زي حمدي فتحي ان هو يخترق من العمق، واحد زي القندوسي او حتى يا سيدي مجدي قفشه يقدر يعمل لك تمريرات ويوصلك للجون وتسجل يا سيدي، وتطلع من ماتش زي ده بنتيجه كبيره. ولكن انت